شارك رئيس حركة ماك الانفصالية فرحات مهني في مظاهرة بباريس دعما لإسرائيل، وظهر مهني مع نفر من أتباعه حاملين راية ماك والراية الإسرائيلية. ونشر الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين الفيديو مشيرا إلى أن مهني شارك في المظاهرة نكاية في الجزائر. وعقب الخرجة الدنيئة لزعيم الحركة الانفصالية، سارع الجزائريون لإطلاق حملة ضد مهني وأتباع ماك، وانتشر واسم فرحات مهني لا يمثلني بقوة عبر منصة فيسبوك، لا سيما من طرف أبناء منطقة القبائل الذين سارعوا إلى التبرؤ من مهني ومواقفه الداعمة للاحتلال الإسرائيلي. ونشرت صفحة تيزي وزو ومحيطها فيديو زعيم الحركة الانفصالية، وقالت إن قناع ماك قد سقط، فمن يريد تقسيم الجزائر يدعم إسرائيل ضد فلسطين. وكتبت فريال بالليل: كل منطقة القبائل متضامنة مع الشعب الفلسطيني ما عدا فرحات مهني وأنصاره، أنت لا تمثلني ولا تمثل القبائل. وقال داوود شكال: أنتمي إلى منطقة القبائل التي نشأ فيها أجدادي منذ قرون عديدة، وولدت فيها وترعرعت في أحضانها، وسقى والدي وأخي تربتها بدمائهم الزكية كغيرهم من شهداء الجزائر. أقول هذا لأعلم الجمهور الواسع أن المغامر فرحات مهني لا يمثلني. وهاجم جزائريون الانفصال ذاته بأقصى العبارات، معتبرين إياه خائنا لا يحق له الحديث باسم الجزائر. وقال الدكتور هشام مطروح إن التبرؤ من مهني وأتباعه واجب على كل قبائلي مسموع الكلمة. يذكر أن فرحات مهني لم يخفي علاقته مع إسرائيل، وزار تل أبيب أكثر من مرة في مناسبات عدة، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في الجزائر لتزعمه حركة ماك المصنفة في قائمة المنظمات الإرهابية.